في عيد ميلاد روزا حصل موقف غريب قوي. جدتها فجأة اختفت وسط الناس وبعدين رجعت وكأنها مش هي. روزا كانت صغيرة وقتها واللي شافته أثر في قلبها وخلى حياتها تتغير. مع مرور الوقت جدتها بدأت تتصرف بغرابة وكان في حاجة غريبة مأثرة عليها. روزا كبرت وبقت بنت ناجحة بس الموقف ده فضل معلق في دماغها، ولما جات لها أخبار عن جدتها الدنيا اتلخبطت عندها. دخلت في عالم كله أسرار وعفاريت ولعنات، وكل ما تحاول تفهم الأمور بتتعقد أكتر. هل روزا هتقدر تحل اللغز ده ولا هتضيع وسط الرعب والأسرار اللي حواليها؟ إيه السر اللي كانت جدتها مخبياه طول الوقت؟ بس قبل ما نبدأ الملخص ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتدوس لايك. احنا محتاجين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك علشان نقدر نكمل ونقدم لكم أقوى ملخصات أفلام 2025. ادعمونا عشان نقدر نكمل. فيلمنا بيبدأ في حفلة عيد ميلاد روزاريو والكل بينادي عليها روزا. كانت مبسوطة جدا وفرحانة باليوم وبالجو اللي أبوها وأمها وجدتها مجهزينه. بعدين أمها بتقول لها تروح تدور على جدتها اللي اختفت فجأة، وكان باين على وش مامتها إنها تعبانة شوية. وروزا بتقوم تدور عليها. أول ما بتدخل أوضة جدتها بتلاقي التراب على الأرض كتير وكانت مستغربة من المنظر. وبعدها بتفتح دولاب جدتها وبتشوف حشرات كتيرة كمان وفي شال مربوط عليه دم. فجأة جدتها بتظهر قدامها وبتزعق لها عشان بتفتش في أوضتها وبتقول لها اطلعي بره بسرعة، أنا هعتني بالموضوع. روزا بتتخض من جدتها لأنها كانت بتتصرف بغرابة، ولما جدتها طلبت منها ييجوا يصلوا مع بعض قالت لها أنا معتقداتي مختلفة عنكم. روزا وقفت تبص عليها وخافت من تصرفاتها الغريبة. وبعدها بتعدي السنين وروزا بتكبر وبقت سيدة أعمال ناجحة، لكن ما كانش معاها وقت كتير. فجأة بتصحى على رنة تليفون جدتها بس ما كانش عندها مزاج ترد وبترجع تنام. بعد شوية بتقوم وبتغير هدومها عشان تروح شركتها، لكن جدتها بتفضل تكلمها وما بتردش عليها. روزا كانت علاقتها كويسة جدا مع موظفيها، وأول ما بتدخل مكتبها بتكتشف إن أسهم شركتها بتنزل، بس السكرتيرة بتطمنها إن السوق هيرتفع تاني. بالرغم من إن كل الظروف حواليها بتقول إن اليوم ده هيكون صعب، روزا كانت مصممة إن يومها هيكون حلو ويطلع كله تمام. الجو كان بارد جدا وكان فيه تلج بيقع. بعد ما خلصت شغلها حاولت تروح بالعربية لكن الطرق كانت مقفولة واضطرت تنزل تركب القطر. فجأة جدتها اتصلت تاني والمرة دي روزا ردت عليها، لكن سمعت خبر صادم من حد بيقول لها إن جدتها بحالة صحية حرجة ولازم يجوا بسرعة. روزا اتصدمت ولامت نفسها لأنها ما كانتش بترد على تليفونات جدتها الفترة الأخيرة، وهي في الطريق بتتصل بباباها وبتقوله الخبر وهو بيطمنها إنه هيحاول يوصل بسرعة عشان ما تكونش لوحدها. روزا كانت بتلوم نفسها لأنها ما كانتش بتتواصل مع جدتها، وآخر مرة شافتها كانت في جنازة أمها. أبوها قال لها ما تشيليش هم وخلي بالك من نفسك لحد ما يوصل. بعدها جات لها رسالة صوتية من جدتها بتقول فيها أنا آسفة يا روزا. فجأة روزا سمعت صوت صريخ وراها، ولما لفت لقيت العفريت اللي كان ظاهر لأمها وكان شكله غريب وبعدين اختفى فجأة. روزا وصلت لبيت جدتها وقابلت مارتي الحارس اللي قال لها إن جدتها ما كانتش هنا من فترة وإنها مش عارفة غير اسم روزا. لما دخلت على البيت لقت جدتها نايمة على الكنبة، ومارتي قال لهم إنهم اتصلوا بالإسعاف لكن الطريق مقفول فالإسعاف هتتأخر. وفي الوقت اللي مارتي بيحاول يطفي شمعة منورة لوحدها، روزا قربت من جدتها ولاحظت علامات غريبة على ايديها ورجليها. فجأة سمعت صوت جاي من المطبخ، ولما راحت تشوف لقيت المطبخ مش مترتب خالص، صعب حد يعيش فيه. حاولت تنظف على قد ما تقدر. بعدها سمعت صوت عربية الإسعاف وجريت تنادي عليهم لكنهم ما قدروش يقفوا، وقالوا لها انهم معاهم حالات كتير وهيجوا قريب. وهي قاعدة على الكرسي حست بزلزال قوي لدرجة ان جدتها وقعت، وفجأة الزلزال وقف. روزا حاولت تقرب جدتها للدفاية لان الجو كان بارد جدا. لقت صور متعلقة على الحيطة واستغربت لانها كانت قطعت علاقتها بجدتها من زمان. فجأة وهي بتبص في المراية شافت الجثة بتتحرك ووقفت مصدومة، وبعدها شافت حشرات ودود طالع منها. مسكت الدود بمناديل وكانت قرفانة، حاولت ترميه بس اتفاجئت انه دخل في ايديها فطلعتها بسرعة من ودانها. روزا جريت تدور في دولاب جدتها وكانت متأكدة ان جدتها وراها. لقت باب مقفول بقفل وفجأة الباب خبط، ولما فتحت لقت جار جدتها جو اللي قال لها ان جدتها قبل ما تموت طلبت منه يقلي البطاطس اللي نفسها فيها. روزا ما كانش عندها وقت ليه وقالت له لما الاقيها هرجعها له.
جو لاحظ الجرح اللي في ايديها ونصحها تحط تلج عليه. لما بصت على الجرح لقت شكل الدودة غريب، وفضولها خلاها تستكشف اكتر. فتشت جثة جدتها ولقت رجليها ملفوفة بأسلاك حديد، وعلى الأسلاك مفتاح، وده المفتاح بتاع الباب السري جوه الدولاب. أخدت المفتاح وراحت فتحت الباب. الدولاب كان ضلمة، وشغلت الكشاف ولقت جمجمة وشعر وحاجات مرعبة كتير. المفاجأة كانت لما لقت جدتها محتفظة بأسنانها وسرتها، وكانت تعويذات عشان تحمي روزا. لكن المنظر كان مرعب جدا. وفجأة شافت خيال على الحيطة وقربت منه، لكن اتكعبلت ووقعت على الأرض. قامت بسرعة وجريت من المكان ده، وكتبت على ورقة إن الجثة موجودة في الشقة. قررت تسيب البيت خالص وقالت يا جدتي انتي أصلا ما ناقصكيش حاجة. وأول ما خرجت جو ظهر وراها وسألها رايحة فين. روزا قالت له أي مكان أحسن من الهم اللي أنا فيه. بعدها قابلت مارتي وقال لها ما ينفعش تخرج عشان في حظر تجوال والعاصفة بره. بس روزا كانت خلاص مش قادرة. قالت له العاصفة اللي بره أرحم من اللي جوه. وأول ما خرجت لقيت التلج بيطير في وشها، وكانت هتتخبط بعربية، وما كانش قدامها غير محطة المترو. وأول ما دخلت سمعت الحارس بيزعق وبيقول ممنوع الدخول. كان ماسك في ايده كلب بوليسي، وفجأة الكلب بدأ يجري وراها. هي خدت الدوران وجريت على طول، وكانت حالتها صعبة جدا وما قدرتش تعمل حاجة غير إنها ترجع تاني على بيت جدتها. وصلت هناك وخبطت على الباب وقالت لهم افتحولي أبوس إيديكم. وأول ما دخلت لقت مارتي كان هيولع وهو بيلعب في الكهرباء. هي فضلت تقول لنفسها عملتي فيا إيه يا أبوليا يا منيلة، وأبوليا دي تبقى جدتها. وبعد كده لما بقت تراجع على كل اللي شافته اتصدمت لما عرفت إن أبوليا دي مش بس ساحرة، دي شغالة سحر أفريقي من النوع اللي زمان اللي بيعملوا اتفاق مع الشياطين عن طريق الدم، وبتشوف الرمز بتاعهم اللي معناه لا مفر، وبتتأكد انه نفس الرمز اللي على كتابها، والأنيل بتاعها عليه الرمز ده كمان. اتصلت على أبوها مكالمة فيديو وشرحت له إن أبوليا ساحرة، وإن لازم توقف اللي جدتها بتعمله بسرعة لأن اللعنة دي كانت مسحورة عليها قبل ما تموت. والراجل طبعا ما كانش فاهم حاجة، لكنه حاول يطمنها بكلامه وقال لها ما ترجعش الشقة دي لحد ما يوصل. بس روزا كانت عارفة إن الوقت مش في صالحها خالص، وقفلت التليفون بسرعة وطلعت عشان تفكر تعمل إيه. دخلت على أبوليا وقالت لها بصراحة يانا ينتي النهاردة مش هكون جزء من لعبك دي. بعدها راحت على الكهف اللي فيه الدولاب بتاعها وبدأت تجمع الجماجم والحاجات الغريبة دي، وكانت مربوطة بسلاسل وبدأت تسحب فيهم. وبعدين فجأة حصل اللي ما كانتش متوقعاه خالص، طلع العفريت قدامها وبدأ يقرب منها. روزا اتخضت وحاولت تهرب بسرعة، وطلعت بسرعة وقفلت الباب وراها. وبعد كده كانت لسه ناوية تكمل البحث عن الخطوة الجاية، لكن التليفون فجأة طفى عشان خلص شحن، وما كانش قدامها حل غير إنها تدور في الكتب اللي عندها في المكتبة عشان تعرف تكسر اللعنة دي. وكان لازم تجيب دم من جدتها، لكن أبوليا خلاص ما كانش فيها نقطة دم. وهي بتدور فجأة تليفونها اشتغل لوحده، وسمعت صوت جدتها بتقول لها سامحيني يا روزا. أول ما ركزت بتبص على التليفون لقيت العفريت طالع من الصندوق وقال لها عاوز اموتك بعد كل اللي عملته عشانك. بس روز جمدت قلبها وكملت في اللي هي بتعمله لانه ما كانش فيه حل تاني. وفضلت تسمع صوت صراخ أبوليا، وفجأة لقيت الكفوف بتحاول تشدها لكنها قاومت لحد ما بعدوا عنها. ولما كانت هتقوم من مكانها ظهر العفريت قدام وشها وقال لها طب والله ما ارجع في وشك يا انتي. حسيت كأنها كانت مراته وخلعته. على طول قامت وجرت تغسل وشها، وفجأة سمعت صوت جو على الباب وكان بيقول لها إنه عارف جدتها أكتر منها. وقالت هي في نفسها يمكن يكون كلامه صح، يمكن يفيدني. جريت وفتحت له وسألته لو جدتها قالت له حاجة تخصها. قال لها كانت بتقول إنها بتحبك أكتر من نفسها وإنها تعمل المستحيل عشان تكوني فرحانة. رجعت روزا تكمل اللي بدأت فيه، وعرفت إن علشان تكسر اللعنة لازم العفريت يجي ياخد حد مكانها، وكمان عرفت إنه هيجي على هيئة حد بتحبه وقت شروق الشمس. بدأت تلبس هدوم جدتها عشان تكمل الطقوس، وفي الوقت ده وصلت الإسعاف بسرعة وهي حاولت تخبي الجثة عشان لو خدوها مش هتعرف تبطل اللعنة. أخدتها على الكهف عندها لحد ما مارتي خرج بيهم، وهناك لقت أبوليا متعلقة في السقف، ولما حاولت تنزلها نزلت عليها وكانت هتكتم نفسها. وأول ما روز كملت الطقوس العفريت بدأ يظهر ومدلها كف ووقعت على الأرض، وفجأة أغمى عليها. لما فاقت شافت أمها بتحاول تضحك عليها، لكن روز ما صدقتش كلامها ولا عرفت تعمل إيه.
ولما قربت منها اتغيرت وتحولت لوحش كبير، والكل اتجمع عليها عشان يضمها ليهم. وفي اللحظة دي روزا أغمى عليها تاني وحلمت بأبوها وشافت المعاناة اللي عاشوها هما الاتنين زمان، وبرغم من كده كانت دايما بتقول للعفريت إنها مش هتكون جزء منهم. رجعت بسرعة تكمل عشان تخلص عليهم، ولما طلعت الشمس كانت روزا خلاص تعبانة وهتموت. في الوقت ده أبوها وصل أخيرا وقال لها العاصفة خلصت، وحاول يطمنها، وهي قالت له عن الحلم اللي حلمته واللي شافته معاه زمان. وفي الآخر وصلت الإسعاف وأخدت الجثة، وروزا راحت تودع جدتها، وبعدها دخلت الشقة تاني مع أبوها وقعدت تتفرج على ألبوم الذكريات بتاعهم، وفهمت إن جدتها كانت بتحميها باللي كانت بتعمله، لأنها كانت بتاخد نقطة دم منها كل يوم عشان تحميها. وعرفت كمان إن جدتها كانت نفسها تبعد عن السحر والحاجات دي، بس للأسف مفيش مفر. ولما كانت بتتفرج على الصور أخدتها مفاجأة كبيرة لما شافت أبوها وهو كان بيشتغل مع أبوليا في الدجل والشعوذة. راحت وراه ولقيته قاعد في الأوضة الضلمة بيكمل الطقوس بتاعتهم، وعرفت إنه كان عامل اتفاق برضه، كان بيقول لها إنه كان غصب عنه وإنه بيحميها، وإنه عامل الاتفاق ده عشان يخليها تعيش حياتها سعيدة وما تبقاش تشوف اللي هو وأمها عاشوه زمان. وكان بيطمنها انت نجحتي في حياتك ولازم أكمل بعد أبوليا عشان أحميكي. بس فجأة الراجل الحزين ده اتحول وكان عاوز يخلص عليها، وهي حاولت تفلت منه. ولما سمع جو صوتها دخل بسرعة عشان يساعدها، لكنه ما قدرش يخلص عليه. روزا استغلت الموقف وقامت وقضت عليه قبل ما يرجع ويخلص عليها. بعد حوالي 6 شهور روز رجعت لحياتها وشغلها، وبعد ما خلص اجتماعها راحت ولعت شمعة على روح اللي راحوا. بس للأسف الحاجات دي ما كانتش هزار، وبسبب أبوها وجدتها ومعتقداتهم لبسوا البنية في الحيطة وكانوا فاكرين إن كده بيحموها، لكن العفريت كان حالف ما يسيبها غير لما يطلع روحها. خلص الفيلم بس الملخصات لسه مكملة. كنتوا مع قناة سيما في ثواني، ملخص أفلام 2025. قبل ما تمشي اشترك واعمل لايك، محتاجين نوصل ل1000 لايك عشان نكمل.